جاهزين بقى لمغامره جديده تعيشوها معايا في مكان اول مره اشوفه واول مره اروحه، وهنشوف تحدي النهارده هل هلحق اخلص من الميعاد ولا لا. يلا بينا. طبعا احنا متفقين مع بعض قبل كده ان احنا ناس شاطرين قوي وعايزين نبقى ناجحين، فعلشان كده بندخل كل المهام اللي عندنا في اليوم على هيئة تحدي، وبنلعب مع بعض انا وانتوا علشان نشجع بعض ان احنا نكون اشطر. النهارده بقى يومي كان فيه حاجات كتير، بس انا صورت لكم بقى فقره الطريق علشان اوريكم الطريق عندنا في مصر شكله ايه. وطبعا انا عارفه ان في ناس بتتابعني بره مصر، فبحب افرجهم على بلدي علشان لما ينزلوا كمان يبقوا قادرين يستوعبوا ايه اللي موجود عندنا، ويقدروا يبقوا موجهين نفسهم هيروحوا يتفسحوا فين ويشوفوا ايه. فاحنا النهارده رايحين اكتوبر، فطريق اكتوبر بيبقى في الطريق الاوسطي الجديد ده، من ضمن الطرق اللي معموله عندنا كتير اللي هتسهل عليكم الفسح وتخليكم تقدروا تروحوا الاماكن اللي انتوا عايزينها بسرعه. وده طبعا لاني بشجعكم تيجوا في الاجازه تزوروا مصر، هتتبسطوا جدا. وطبعا شايفين الاثار حواليا، انا مش قادره اصور لكم ايه ولا ايه ولا ايه. بصوا انا ركنت لكم، انا حقيقه عماله يمين وشمال اشوف اهرامات واشوف اثار واشوف حضاره واشوف عظمه واشوف جمال، بس انا مش لاحقه اصور لكم يمين وشمال. انا وقفت على جنب، يعني على يميني اهو، بصوا بعيد كده في اكتر من هرم، وانا هنا في وسط الطريق. تمام، وانتوا بتمشوا بصوا الطريق عادي، الناحيه الثانيه برضو فيه، بس انا مش قادره مش عارفه اصور لكم. هي الحقيقه ان بجد يا جمال بلدي وعظمه بلدي والحضاره بتاعت بلدي، فمنين ما انتوا ماشيين هتلاقوا في جمال، في حضاره، في عظمه، في تاريخ، في انجازات بتحصل. فانا مبسوطه. وانا لو كان معايا حد من التيم النهارده، استنوا عشان الاصوات، لو كان معايا حد من التيم النهارده كنا صورنا لكم افضل من كده، بس انا مش عارفه اصور. هي الفكره ان انتوا لازم تيجوا وتشوفوا بنفسكم منين ما انتوا ماشيين. يعني انا رايحه شغلي عادي خالص، وانا رايحه شغلي عادي شايفه يمين وشمال تاريخ، شايفه حرفيا تاريخ. فانا مبسوطه ان انا مصريه. يلا بينا بقى نكمل طريقنا ونروح لعروستنا. والحمد لله وصلت لعروستي في الميعاد. تقدروا تروحوا بقى صفحة الشغل علشان تشوفوا شغلي وتعرفوا انا ادائي الوظيفي ايه. ودلوقتي بقى انا عايزه اقول لكم تهت شويه، بس الجي بي اس هو اللي توهني، لان كنت ماشيه في طريق تحت الانشاء فهو لخبط الدنيا شويه. بس الحمد لله وصلت ورجعت برضو. وانا راجعه كان لازم اصور لكم الطريق، لان برضو بالليل الطريق بيبقى حلو قوي، وكان في صور كده ولوح على العماير وعلى المباني شكلها حلو قوي. وطبعا الناس اللي اول مره تشوفني، انا اسماء حسين، ما تنسوش تعملوا فولو بقى علشان يوصل لكم كل الفيديوهات والمغامرات اللي هنعملها مع بعض الفتره الجايه ان شاء الله، لاني بدربكم تبقوا اشطر. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لعيلتنا ونكبر مع بعض.